إيقاف الحراك الذي عرفه المغرب منذ 20 فبراير، المطالب بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية وكل المطالب المشروعة للشعب المغربي، خرجت الطبقة الدستورية في صيغة تعديلات شكلية مجملية ولم تمس جوهر البنية الاستبدادية للنظام، بل على ذلك فكرت الاستبداد والفساد بتجديدها لسلطات الملك وعدم استجابتها للمطالب التي انتفض من اجلها الشارع. دستور عبر من خلاله النظام على انه يسير على نفس المنهجيه وعقليه الميزانيه. من اجل توفير الرؤيه يقدم لنا الاخ يوسف باربير قراءه نقديه حول الدستور الجديد. وقبل ان نمر بهذه القراءه النقديه نبقى مع حركه 20 كلمه حركه 20 فبراير الشباب يريد تغيير المدينه السياسيه الغرب، يقدمها لنا مرادف حركه 20 فبراير السي عبد العزيز السوي، فليتفضل مشكورا. باسمي وباسم حركه 20 فبراير الغرب الشباب يريد التغيير، ولنرحب بالحضور الكريم ونشكر على اهميه هذه الدعوه. نثير بالحضور الكريم من الحلقه التي في اطار حركه 20 فبراير الشباب يريد التغيير. فتفضلت ان تذكروا بان حركه 20 فبراير هي حركه تعريف حركه 20 فبراير حركه طلبيه شعبيه مستقله تشكل 20 فبراير على أساس ربيع الشعب العربي تدعمها إطارات سياسية معارضة وتلخص المطالب كاملة عموما في الكرامة، الحرية، العدالة الاجتماعية. كان أول ظهور حركة الاعتراض يمكن مرات تبديل الحركة الوطنية. عنده مشكلة نضالية وتعديلية وقبيل وقبال ومسيرات اجتماعية. كما عبرت حركة اجتماعية بعدة مناسبات تنظر فيها. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الكرام. إخواني أخواتي، سعيد بالحضور بينكم. نتدارس هموم أمتنا وهموم هذا الحراك الذي يعرفه المجتمع المغربي المبشر بإذن الله تعالى بانتهاج تجربة الحرية والكرامة الإنسانية. نتحدث إخواني وأخواتي عن الدستور. سنقوم بإذن الله تعالى بقراءة نقدية للدستور بين قوسين الذي سمي جديدا وما هو إلا تهديم القديم. سنتحدث وسنركز بإذن الله تعالى عن السياقات خاصة المضامين. سنتحدث في النقطة الأولى عن السياق السياسي لهذا الدستور وعنوانات الاستباق والمناورة، ثم عن منهجية الإعداد، المنحة والانفراد، ثم في محور ثالث نتحدث عن الشكل، التعويل والغموض والاتفاق، ثم أخيرا نتحدث أو ما قبل الأخير نتحدث عن المضمون، طابع المخزني والوهم الديمقراطي، ثم أخيرا كبديل من دستور الحاكم إلى دستور الأمة، الشروط والمبادئ. ربما سنترك هذا المحور الخامس للمناقشة والمذاكرة بإذن الله تعالى. إخواني أخواتي، تعلمون جيدا أن الدستور هو القانون الأساسي المنظم للحكم في أي دولة كما كانت. هو أعظم وأسمى قانون ينظم العلاقات بين الحاكمين والمحكومين، يقرر الحقوق. فقبل أن ننتقل للمضامين لابد أن نقف أولا في السياق السياسي الذي جاء فيه هذا الدستور، لأنه وإن كان يشبه أو يتشابه مع باقي الدساتير على مستوى المضامين والأشكال والمنهج الإعداد، إلا أنه يختلف عنه قطعا على مستوى السياق السياسي الذي جاء فيه الدستور. أول 96 مع فشل الدعوة الأولى، دستور 96 نجح بين قوسين التناول الممنوع، بل نجحت الصفقة، مش التناول نجحت الصفقة التي تمت ما بين تلك الأحزاب والمخزن لمواجهة الحركة الإسلامية وعلى رأسها جماعة العدل والإحسان. نعلم جيدا فهو دستور فيه أفراد، بل هو ينبغي أن يتسامى ويتعالى الجميع. ثم الرسالة التي يريد أن يرسلها كذلك المخزن أن لا وسائط بين الملك والشعب. ثم على المستوى المنهجي دعوة الملك للتصويت بلا عام.
في تناقض صارخ مع الدستور المصري. هذا ما حتى الحاكمين فقط اللي يكتبوه ما يكتبوه. طبعا طريقة لتلال بها الدستور والطبخة الدستورية هي مقصودة. أولا دون إعطاء فرصة للحوار والنقاش، ودون إعطاء فرصة لحركة تأشير إبراهيم وتعبير الشعب. والحمد لله رغم هذا نتائج الاستفتاء كانت فاضحة ومفضحة. ثم أسلوب التعبئة والدعاية الهجين لأول مرة كذلك سبحان الله لأول مرة المخزن من الأساليب لأول مرة كذلك يستعمل الدعايات الهجينة، الأساليب الهجينة والخبيثة والخسيسة، طبعا المندير الفلوس الشمكرية والبلطجية استغلال الضعف الاجتماعي للناس. ثم الخروقات القانونية باش ما نطلقوش شي أمور واضحة. الخروقات القانونية التي شابت عملية الدعاية وعملية الاستفتاء. وزارة الداخلية هي المشرفة تعرفوا وزارة الداخلية هذا المطبخ المتخصص في فنون التزوير ثم اللوائح الانتخابية غير محينة، ثم الانتخاب ببطاقة الناخب، وربما الجمعيات الحقوقية من يقولوا نعم والناس يقولوا لا ولا يقاطعوا. شنو تعني هذا؟ هذا الخطأ وقعت فيه طاح فيه المخزن بلا ما يشعر. على الأقل ما تجعلش راسك محطة وأنت تريد أن تتسامى وتتعالى، لا تجعل نفسك محط المساءلة. هذا بالنسبة للكبير لقطعات. إذا قطعات وما تجبرش النداء الملكي وضوح إذا القطعات وما تجبرش نداء الملكي. إذا هذا كلام إذا الاستفتاء في المغرب والاستفتاء السياسي ماشي. الخلاصة على مستوى العقلية المخزنية لا تقبل نفسها إلا محتكرة بكل المجالات، صاحبة كل المبادرات. المستوى الشكل بكل إيجاز كذلك التعويل والغموض والالتفات. أولا النسخة الأصلية التي كتب بها الدستور هي نسخة باللغة الفرنسية وترجمت إلى اللغة العربية. حلل وناقش. وتقول في الدستور تتضمن اللغة العربية اللغة الرسمية. تتضمن اللغة العربية اللغة الرسمية فيها. والدستور يكتب باللغة الفرنسية أولا. الدستور نفسه نفس البناء المعماري نفسه. كتب الفصول 180 فصل من 108 إلى 180. كأنهم يقولون لنا زيادة في الفصول هي الزيادة في الحقوق والحريات واستجابة المطالب على قاعدة إن شئتم زدتكم خلفوا. أما كيف كان قلتوا نزيدكم بغيتوا وقالوا ملكية. شنو قالوا؟ المغرب دولة ملكية. النظام المغربي نظام ملكية هي قلتوا برلمانية. اكتبوها لكم ثانية ملكية برلمانية ونزيدكم ديمقراطية دستورية والشحوى الرابح المضمون. الخلاصة نخرج في المضمون هناك الطابع المخزني والوهن الديمقراطي. المخزن يوهم الناس بالديمقراطية لكن العمق البنية المخزنية الاستبدادية ما زالت هي الحاضرة والمتحكمة. فبدون الدخول في هذا الدستور القوانين المبادئ العامة للدستور. هناك مبادئ عامة للدستور. القانون الدستوري مبادئ متعارف عليها كما نقولوا هي مقتضيات كونية. على الأقل عندنا 5 مبادئ. النقل هو واش متوفرة ومتحققة في الدستور المغربي ولا لا. هذه مبادئ كل دستور ديمقراطي ينبغي أن يحافظ وأن يحترم وأن يقر هذه المبادئ. أولا إحترام الحقوق والحريات الفردية والجماعية. الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. مبدأ سمو الدستور والقانون. فصل السلطات وتوازنها. التداول الحكم والسلطة. نبداو أول أن الحكم ينتقل مباشرة بدل ما دور البيعة. ولكن الحكم ينتقل مباشرة بدل دور البيعة. فقط بتأكيد هذه الشرعية وبأن الملك يستمد شرعيته من الشعب دون وسائط بل أكثر من ذلك ليس فقط من الشعب. الشعب لا مكان له
البيعة ماشي بيعة مشروطة، بيعة تعاقدية كاين شعب وكاين لا. أن الملك هو الضامن، تلاحظوا الملك هو الضامن استقلال القضاء، الملك هو الحافظ على المؤسسات الدستورية، الملك هو الظاهر على المقتضيات الدستورية، يعني هو فوق الدستور. هناك سلطة فوق الدستور هي أمر معكوس. كل السلطات ينبغي أن تخضع وأن تكون ظاهرة الدستور، أن تخضع لأحكامه. إذا كان الملك يخضع الدستور فمن باب أولى وحر أنه لا يخضع القانون العادي سواء الشريعة. وبالتالي فالضرائب الملكية والقرارات وحتى التصرفات وحتى المعاملات العادية غير خاضعة للقضاء القضائي. الضرائب الملكية والظاهر على الشريف الدستور تعترفوا القضاء لاحظا. بس مش دابا حنا أول حاجة اللي داروها كما نقولوا من الأمور التي تمجدوها أنه لأول مرة في الدستور تنص على أن القضاء سلطة مستقلة. تقول القضاء سلطة مستقلة. وبعد شنو كاين؟ والملك الضامن لاستقلالية القرار. نفس النص فقرة ثانية والملك الضامن لاستقلالية القرار. هو مستقل والملك هو الضامن. إذا لكن السلطة التشريعية ما دام فيما يخص السلطة التشريعية